السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن 4 برامج مصرية لازم يكونوا على موبايل كل مصري. برامج مهمة ومفيدة. برنامج منهم حل مشكلة كبيرة قوي في مصر، وهي مشكلة تحويل الفلوس. والبرنامج التالت هيوفر وقتك ويديك كاش باك كمان. يلا بينا. أول برنامج معانا برنامج فضلنا مستنيينه كتير في مصر وحلنا مشكلة كبيرة، هو برنامج انستا باي. الأول أنت لو كان عندك فلوس في حسابك وعايز تحولها لحساب تاني كنت بتضطر تروح تسحب الفلوس دي من البنك، وبعد كده تروح البنك التاني تعمل لها إيداع، أو تروح البنك وتعمل تحويل بنكي، وده كان بياخد وقت. دلوقتي بمجرد ان انت برنامج نازل على موبايلك هتفتحه، هتحول منه لحساب تاني او لمحفظة تانية، سواء حسابك او حساب حد تاني. تعالوا نشوف تطبيق انستا باي. هنا بيقولك اختار على انهي شريحة، لان كل حساب بنكي مرتبط برقم معين، فلازم تختار الرقم اللي الحساب البنكي مرتبط بيه. بعد ما اخترنا الشريحة هو بيقول لنا ان الشريحة دي مربوطة باكونت، فعايزنا ندخل اسم الاكونت او نعمل نيو اكونت. فانا هدخل اسم الاكونت. كده احنا فتحنا برنامج. اول حاجة نعملها ان احنا نحوله عربي. نخش على الحسابات. دي الاكونتات اللي انا ضايفها. لو عايزين نضيف اي اكونت تاني نعمل اضافة حساب جديد، نختار البنك، نكتب هنا رقم الكارت، وهنا الباسورد بتاع الكارت اللي بنسحب بيه من الفيزا، وندوس انتر. هيطلب مننا ان احنا نعمل اسم للحساب دوت، والاسم ده غير قابل للتغيير. بعد كده هنضيف اسم، وكده يبقى احنا ضفنا الحساب بتاعنا. عايزين بقى نبعت فلوس، نعمل ارسال نقود. رقم الهاتف هنحط هنا الرقم اللي احنا هنبعت له، وهيروح للحساب البنكي اللي مرتبط بالرقم ده. او نختار محفظة ونكتب رقم موبايل اللي احنا هنبعت له ويروح لمحفظة، وممكن نختار عنوان الدفع. اي حساب بنكي بيتضاف لانستا باي بيبقى ليه اسم اللي احنا كتبناه واحنا بنضيف الحساب بتاعنا، فاحنا لو ضفنا الاسم ده هنبعت على الحساب ده على طول. وممكن نخش على حساب بنكي، هنا بقى نكتب رقم الحساب، نختار البنك ونكتب رقم الحساب. وممكن نبعت على بطاقة إلكترونية، هنا هنكتب رقم البطاقة اللي احنا هنبعت عليها واسم المستفيد، وتحت هنا هنكتب المبلغ. تعالوا نعمل تجربة. هنا هكتب رقم موبايلي واختار حساب بنكي. كده هو هيبعت على الحساب البنكي اللي مرتبط برقم الموبايل ده. وننزل تحت هنا نكتب القيمة اللي احنا هنبعتها ونعمل التالي. هو هنا هيبعت من الحساب بتاعنا اللي احنا ضايفينه في البرنامج الحساب اللي احنا كتبنا رقمه. وهنا لو عايزين مزيد من التفاصيل ندوس تأكيد، هيطلب مننا الباسورد. هو كده حول الفلوس من الحساب اللي احنا ضايفينه جوه البرنامج للحساب اللي مرتبط بالرقم اللي احنا كتبناه. وممكن من هنا نعمل شير سكرين ونبعتها بقى واتساب او تليجرام او فيسبوك اي حاجة. نرجع للرئيسية. احنا كده شفنا ازاي نرسل فلوس. في بقى ان احنا ممكن نطلب فلوس، يعني نبعت لاكونت تاني ان احنا مثلا عايزين مبلغ كذا، فالاكونت تاني ده لما يفتح الحساب بتاعه يجي له رسالة ان الحساب ده طالب مبلغ كذا، فلو وافق المبلغ يجي لك على طول. طلب، ونكتب برضو هنا رقم الموبايل او عنوان الدفع، ونكتب المبلغ والتالي. ولو عايزين ندفع تبرعات يبقى من هنا هنختار الخدمة اللي احنا عايزين ندفع فيها ونخش ندفع. وممكن نعرف تفاصيل عن حسابنا البنكي، نخش على حسابنا البنكي، نعمل هنا كشف حساب او عرض التحويلات اللي احنا حولناها، او عرض الرصيد، او اعادة ضبط البين الباسورد، او تغيير الباسورد، او حذف الحساب خالص. لو احنا ضايفين اكتر من حساب لازم نتأكد واحنا بنبعت ان احنا مختارين الحساب اللي احنا عايزين نبعت منه. يعني ارسال النقود هنا هيطلع لنا الحسابات اللي احنا ضايفينها، نختار الحساب اللي احنا عايزين نبعت منه. برنامج جميل جدا ومفيد وحل مشكلة كبيرة في مصر، وهي مشكلة تحويل الفلوس من حساب لحساب. البرنامج التاني معانا هو برنامج أرغب في عمل توكيل. الأول عشان تعمل أي حاجة في شهر عقاري كنت بتروح من 7-8 الصبح تحجز دور وتفضل مستني لغاية لما دورك يجي، وبعد كده تدخل عشان تعمل الحاجة اللي انت رايح تعملها. دلوقتي بمنتهى البساطة بتفتح البرنامج، بتحجز دورك، ويبقى ليك ميعاد معين، تروح على الميعاد دوت، تدخل تعمل الحاجة اللي انت رايح تعملها. تعالوا نشوف برنامج أرغب في عمل توكيل. افتحه. يطلب مننا اكسس على اللوكيشن، مش هيطلب مننا نعمل اكونت او اي حاجه. نخش على حجز، هيجيب لنا كل شهر العقاري اللي قريب مننا. لو عايزين شهر عقاري تاني نخش على الكل ونختار المحافظه،
نجيب لنا كل شهر عقاري اللي في المحافظة. نخش على شهر عقاري، مواعيد العمل ونوع الخدمة والمسافة بينه وما بينه والعنوان. ندوس حجز دور، نختار التصنيف، هنروح نعمل ايه، نوع المحرر وليكن توكيل، يوم الحجز. كل الأيام اللي احنا مش عارفين نختارها دي مليانة، حجز فيها مليان. نختار يوم، يديك مواعيد، تختار الميعاد اللي يناسبك وتأكيد. نكتب رقم البطاقة، بعد ما كتبنا رقم البطاقة ندوس على حجز، يجيب لنا الرقم القومي واسم الفرع وتاريخ الحجز والميعاد، وفي حالة عدم الحضور يلغى الحجز. موافق، كده احنا حجزنا. لو حبينا بقى نغير حاجة أو نتأكد من الحجز أو نعمل استعلام، نخش على استعلام، نكتب رقم البطاقة، ندوس استعلام، يجيب لنا الحجز بتاعنا. ممكن نعمل إلغاء أو ممكن نعمل تعديل. نرجع باك، في هنا النماذج دي عبارة عن لو مثلا محتاج تعمل توكيل تجيب ايه، لو محتاج تعمل محضر تجيب ايه، وهكذا. نخش مثلا على توكيل رسمي عام، هيجيب لك نموذج الطلب ممكن تحمله والمستندات المطلوبة. نرجع باك، برنامج مفيد استخدمه لو محتاج تعمل أي حاجة في الشهر العقاري. البرنامج التالت معانا هو برنامج شحن. فكرة إن أنت عشان تشحن موبايلك أو تشحن النت تنزل تروح المحل يشحن أو تجيب كارت تشحن بيه، دي بقت فكرة قديمة. دلوقتي بقى كله ينفع من الموبايل. في برامج كتير دلوقتي بتعمل موضوع الشحن ده من الموبايل، زي برنامج فوري وزي برنامج بي وزي البرنامج اللي هنتكلم عنه النهارده وهو برنامج اوباي. اوباي برنامج سهل ولذيذ في الاستخدام وهيوفر لك وقتك وهيديك كاش باك كمان. تعالوا نشوف برنامج اوباي. للاسف برنامج اوباي برضو محمي، فمش هينفع نعمل له ريكورد، فصورناه من موبايل تاني. هنفتح البرنامج ونعمل عليه حساب عادي جدا. دلوقتي لو عايزين نشحن رقم موبايل اورنج، خش على اورنج، هو هيبقى جايب لك اخر رقم انت شحنت عليه. لو عايز تدلته وتكتب رقم تاني، وفوق هنا بيجيب لك الارقام اللي انت بتشحن عليها على طول. هننزل تحت هنا هنختار، في هنا هنشحن ب5 ولا ب10 ولا هندفع فاتورة. خلينا في الشحن العادي. او لو الارقام دي مش مناسبة ليك وعايز انت تشحن رقم تاني وليكن 25 بعد الضريبة هيبقى 35. الارقام دي كلها برضو من غير الضريبة. وندوس كونفيرم، بيقول لك ان هو هيبعت له 38. كاتب لك التفاصيل هنا، كاتب لك ان في كاش باك بتاع عملية قبل كده، عايز تستخدمه ولا لا. ندوس عايزين نستخدمه، وبيقول لك الكاش باك اللي انت هتاخده دلوقتي هيديك كاش باك. ندوس باي، هيقول لك هتدفع ازاي، بالفيزا. تحط هنا الكارت بتاع الفيزا، تفاصيل الكارت بتاعك، ولا من فودافون كاش، ولا من اي محفظة تانية، ولا انت عندك رصيد في البرنامج. انا في حالتي اختار الفيزا. يقول لي اكتب ال3 ارقام اللي هي بتبقى بظهر الفيزا. هندوس باي ناو، هيحول الفلوس على طول لرقم التليفون ويرجع لك الكاش باك. نرجع، هو في كاش باك 3% على الموبايل، وفي كاش باك على الكهرباء 50%، بس اعتقد الحد الاقصى بتاعتها 10 جنيه، وهكذا الغاز. وكان في على الاي دي سي ال برضه كاش باك. لو عايزين نشحن الانترنت الارضي نخش على الاي دي سي ال، نختار على حسب الشبكة بتاعتنا ونكتب رقم التليفون الارضي، كونفيرم، يجيب لك الفاتورة كام ويقول لك باي، او لو انت عايز تدفع بقى رقم مختلف ازيد او اقل تدفع باي اذر اماونت. ندوس باي، حولك على صفحة الدفع. وممكن ندفع منه كهرباء وممكن ندفع منه مية وممكن ندفع منه غاز، وعنده عروض فيها خصومات حلوة. وتحت هنا بيقول لك كل الفلوس اللي انت دفعتها قبل كده، ولو في كاش باك بيجيبهولك هنا. ولو عايز تشوف الكروت اللي انت ضفتها او عايز تضيف كارت يبقى ماي اوباي بنك كارد وتعمل اد، او تخش على الكارت بتاعك ولو عايز تعمله ديليت. ولو انت مش عايز تحط الكارت بتاعك جوه برنامج اوباي، ممكن تروح لأي سوبر ماركت عنده مكنة اوباي وتشحن منها رصيد في البرنامج. برنامج سهل وجميل تقدروا تستخدموه في الشحن وتستفادوا بالكاش باك. البرنامج الرابع معانا هو برنامج نترا. ممكن يكون في خطوط موبايل باسمك وانت متعرفهاش. برنامج نترا هيقول لنا ايه الخطوط الموبايل اللي باسمنا وايه المحافظ اللي باسمنا. تعالوا نشوف برنامج نترا. لو عامل اكونت تخش بيه على طول، لو مش عامل اكونت هتعمل تسجيل.
هتكتب البيانات بتاعتك وتدوس تسجيل. احنا عشان نعمل اكونت هنروح على لوجن على طول كده. دخلنا على البرنامج، خليه عربي، خش على افراد، خش على خدماتي، ارقامي، استعلام، يقول لك حط رقم البطاقة، تأكيد، تم. كده هيجيب لنا كل الارقام اللي في جميع شبكات الموبايل اللي ليها علاقة بالرقم البطاقة دوت. نرجع باك، ممكن نخش على المحافظ الإلكترونية، الاستمرار، ممكن من هنا نختبر سرعة الإنترنت، وفي تطبيقات نخش عليها، تطبيق فودافون، تطبيق أورنج، تطبيق وي، تطبيق اتصالات. برنامج مهم تخش عليه لو عايز تتأكد من كل أرقام الموبايل المسجلة على رقم بطاقتك وكل المحافظ. وبكده يبقى خلصنا برامج النهاردة، أتمنى تكون عجبتكم. اكتبوا لنا في التعليقات ايه أكتر برنامج عجبكم، ولو في أي برنامج حابين إن احنا نتكلم عنه، أو في أي موضوع حابين إن احنا نتكلم عنه. أشوفكم في الفيديو القادم، مع السلامة.